بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على رسول الله، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم يا حراير، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين. كي العادة والعويد وصفة جديدة وفيديو جديد لبنات، فضلا وليس أمرا. اللي مازال مشتركش في القناة يشترك فيها، وما تنسونيش بدعمكم وتعليقاتكم الزينة. راكم قصرين في حقي بزاف، والله غراني نجتهد باش نحط لكم وصفات مضمونة واقتصادية ومشاركها معاكم بكل حب. اليوم المخلعة والله كسرة الشحمة جاية خفيفة ومورقة وبنينة مع هذا البرد اللي رانا فيه. وقتها قال لك ضرب السيف ولا برد الصيف، واحد السميقري وواحد البرد يقطع. يليقوا غير وصفاتنا التقليدية الأصيلة العريقة لبلادنا، الله يبارك، كبيرة بعاداتها وتقاليدها من الشرق للغرب للجنوب. البنات هاد المخلعة حارة وبنينة. ذوك الوقت تاع بصلة تاع الشالوت انا درت بالبصلة، سيوها بالبصلة الخضراء تجيكم تهبل 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 تهبل. هنا عندي نص ربطة تاع بصلة شالوت، غسلتها مليح من التراب. بعدها نجيبها نقطعها يعني عشوائي شوي شوي، ما فيهاش الروح، ثمثم تذبال. نقطع قلت لكم نص ربطة. ودرت لها طماطم تاع الحب. الطماطم ديروا 3 ولا 4 ولا 5 ولا حسب العيلة تاعكم. الله يطرح البركة في بيوتكم ويهنيكم ويرزقنا ويرزقكم الصحة والعافية إن شاء الله. نجيب هذيك المقلة الزينة ونحط فيها البصلة ونزيد ميم الطماطم البنات، نقطع كلش عادي. طماطم ندير تاع الحب. الطماطم كي ديروا خيروا ديما الطماطم تاع الحب اللي تعود حمراء. ذوك الطماطم تاع الشتاي شويه ماشي كيما الطماطم تاع الصيف، الله يبارك طيبه بالشمس يو تهبل تهبل والله. هي كي نقطعوها ونديروا لها شويه ملح. عندي اختي الله يذكرها بالخير تموت على الطماطم، تحكمها سورتو تاع الجردة، تحكم تقطعها ودير لها شويه ملح وتقول كذاك هو عشاء هذاك هو غدايا، تسخف بنينه تهبل. هذه تاع شتا شويه. نتوما كي تروحوا تشريو خيروا ديما طماطم اللي تعود مليحه. واذا كان ما جبتوها شويه خضراء هزوها حطوها في البالكون ولا حطوها في بلاصه وخليوها حتى تحمر. اخدموا باللي عندكم والاخرى تحمر بعقلها. هنا حطيت هذيك الطماطم مع البصله، درت لها مغرفه طماطم صبره، درت لها فلفل الكحل، فلفل الاحمر الحلو والحار، درت لها هنا شويه شحمه تاع الكلاوي، ودرت لها رشه ربح تربحوا ويفرحكم ربي ان شاء الله. ودرت لها 2 مغارف زيت، ودرت لها قرون الفلفل هذا الحار اللي شلفط. حطيت المقله على النار نخليها طيب وتكتك بعقلها. نشتوني ما درت حتى قطره تاع ماء. هنا انا درت بالكيلت بالبول هذا تاع الشوربه، درت 2 كيلات سميد، درت رشه ربح والماء دافي. نخليها تستعجن شويه، وبعدها نجيبها نقسمها كم تشوفوا، ندير 3 قرص ولا 4 قرص ولا 5 قرص، قلت لكم حسب العيله تاعكم. هنا نقطعها بعد ما عجنها لي العجان ولا ديروها بيدكم. نديرهم زوج قرص، سما واحده نديرها من تحت والاخرى نغطي بها من الفوق. هنا البنات انا راني نحلل في الكسره، رققوها ما ديروهاش خشينه. هنا البنات راني نسيت نقول لكم درت لها غرفه صغيره 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 تاع خميره الخبز باش تعطيها الخفه للكسره تاعكم. والزيت راكم شفتوني هنا ما درت لا زيت لا والو. بعدها نجيب الكسره تاعي نحللها وندير هذيك العقده اللي تكون بردت مره. خليو العقده تاعكم حتى تبرد. هنا راهي طيب العقده، انني نخدم معاكم وفي نفس الوقت هي طيب. وهنا راهي طابت ديجا وطفيت لها. دوك نخرجها البالكون ونخليها تبرد مليح. بعدها نبدا نخدم. هنا تشوفوا البنات راهي بلا ما درت لها ولو كان حتى قطره تاع ماء، طابت في الماء تاع الخضره تاعها تاع الطماطم وتاع البصله وتاع. ودرت لها سنينه ثوم. هنا لقيتها شويه ناقصه ملح، نزيد لها رشه ربح تربحوا ان شاء الله ويفرحكم ربي. وهنا البنات اللي حب يدير لها الهريسه يدير لها الهريسه، اللي حب يخليها غير بالفلفل. واللي عندكم الفلفل الاخضر هذاك الحار قرون فلفل حار ديروه، زيدوا هذه لكم الاختيار. هنا راني نبرد فيها مليح مليح مليح، لازم تبرد باش ما يتقطع لكمش العجين تاعكم. هنا نجيب الكسره تاعي راكم تشوفوا هنا درت لها قرص زوج، واحده نديرها من تحت وواحده من الفوق كيما قلت لكم. نحلل العجينه تاعي بعد ما حللتها مليح، ندير لافارس تاعي هنا الساير داير. اللي عندها الاولاد راهي تعرف شروط الاولاد، واللي ما عندهاش الله ربي يرزقها بالذريه الصالحه ان شاء الله، ربي يحل حزام كل وليه ان شاء الله ويعمر طرفها. هنا وحده درت لها الفرماج
والاخرى خليتها بلا فرماج. نزيد نحل العجينه. هنا البنات ردوا بالكم ان السميد هذا اللي شريته هذا الخطره راهو كارثه كارثه كارثه، موش كارثه بمعنى الكلمه، موش مليح والله. واحد السميد شريته وما عندي وش نقول لكم فيه، الله المستعان وخلاص. هنا درت الاولى وزدت غطيتها بالعجينه. هنا كي تعودوا تغطيو بها، هنا سمحوا لي راني نصور ونخدم، غطي وقفلوا العجينه تاعكم الحواشي تاعها مليح مليح الساير داير باش ما تسيح لكمش لافارس تاعكم في الطاجين، باش ما تسيح لكمش العقده تاعكم في الطاجين. اقفلوها مليح مليح. هنا البنات اللي حاب يدير مع، كاين اللي يقولوا لي ندير لها شويه دبشه، ديروا الدبشه على رواحكم والله ما عندنوس. انا درتها بالوصفه التقليديه، ما درت لها حتى حاجه. الكسره عجنتها عادي والعقده درتها عادي. كاين اللي يقول لك ندير لها الدجاج، كاين اللي يقول لك ندير لها اللحم، هذه لكم الاختيار. انا درت الوصفه التقليديه اللي كبرنا عليها، ميمتي الغاليه ربي يشفيها ان شاء الله ويعافيها، هكذا ديرها لنا وكليناها هكذا وكبرنا بها وحبيناها ودوكا رانا نحببوا فيها لوليداتنا. هنا قفلتها مليح نطيبها على النار. هنا اليوم البنات انا ما طيبتش صراحه في البالكون، قلت لكم راهو السم يقطع، طيبتها هنا على بلاك على نار قليله. هنا قبل ما نحطها طيبه البنات دهنتها، جيبوا البانسو ادهنوها بشويه زيت، من بعد حطوها طيب. كي تزيدوا تقلبوها زيدوا ادهنوها بالزيت. شوفوا هنا العجينه راهي خفيفه، درت لها مغرفه صغيره قلت لكم تاع خميره الخبز. هنا كي نزيد نقلبها نزيد نعاود ندهنها بشويه والطيب وتجيكم الكسره تاعكم خفيفه. هنا تجيبوا هذيك كيما تقولها رفوفه ماما الاداه تاع الكسره، تجيبوا هذه الدويره، كاينه تاع الطين وكاينه هذه تاع الحطب، اضغطوا عليها على الحواشي ساير داير. هي ما تجيكمش معجنه بصح ما نعرف، اتكاو عليها باش ما ياكلولكمش النص والحواشي كيما تقولها ما ينطاشوا. تكاو عليها ساير داير. هنا كي طيبوا الكسره تاعكم طيبوها على نار قليله يعني متوسطه باش ما تتزلف لكمش وتطحر لكم وتوخذوا فيها. هنا كي تعودي طيبيها الحره رايحه وجايه رايحه وجايه رايحه وجايه عليها وقلبيها باش تطيب لك الساير داير من الجوايه كاملين، ماشي طيب لك تستحرق في النص والحواشي يقعدوا عجين. هنا طيبي بالعقل. وهنا نزيد لكم ملاحظه البنات، انا درت لها هنا درت لها الفلفل اليابس. هنا نتوما تقدروا ديروا لها غير الفلفل الاحمر، تقدروا ديروا لها كيما قلت لكم الهريسه، تقدروا ديروا لها الفلفل الاخضر، تقدروا ما ديروا لهاش اصلا. هذه ليكم نتوما، حسبوا وليداتكم وحسبوا واش يحبوا. هنا راني نطيب انا بشوي ونكمل في القرص تاعي. هنا بغيت نقول لكم البنات اللي ما عندهاش البصله تاع الشالوط تقدروا ديروا البصله الاخرى، بصح البصله الاخرى واش ديروا لها ماشي تروحوا ترابيوها، احكموا قطعوها. قطعوها كيما نديروا ولا قطعوها كيما نديروا تشكشوكه، رققوها شوي قطعوها بالطول ورققوها. كي تحطوا الطماطم تاعكم نقصوا للنار وخليوها طيب على نار قليله باش تجيكم طايبه، ماشي تزيدوا لها الماء. اذا كان شفتوها نشفت ولا تقدروا تزيدوا لها 4 كاس ما، بصح انا ننصحكم ما تزيدوش الماء، خليوها تشكشوكه تاعكم طيبه قليله 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 باش تجيكم بنينه، ما تجيكمش مويها وما تجيكمش جاريه. ومن بعد كي تروحوا طيبوها سورتو البصله الاخرى المكربعه كي ديروا بها هنا كسره الشحمه ولا كي تكثروا لها الماء، راكي بعد ما طيبيها على النار سيداتي طيبي الكسره تاعك راكي من بعد تضربي على البصله هذيك ما تلقايهاش مره. هذه اللي يحب البصله تكون شويه غصاص، اما اللي ما يحبش طيبوها مليح. وهذه هي. هنا باش نوصيكم اقفلوا الحواشي تاعكم مليح باش ما تتحلكمش. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. انا كملت القرص تاعي كاملين طيبتهم حراير وشهيتكم في الجنه ان شاء الله. الله يهنينا ويهنيكم وربي يجبر بخاطرنا وبخاطركم ويكمل لكم مقصودكم وما نويتوا. شوفوا ذيك البنه الزينه بنت وريحه زمان ان شاء الله. شهيتكم في الجنه.